بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، الفيديو ده أنا احترت أقوله ولا ما أقولوش، ولكن عشان الحقيقة لازم أقولها. فأنا اخترت الفيديو ده عنوان غريب شوية. ضحكوا عليك وقالوا لك مشروع الأرانب هيخليك مليونير. ناس كتير للأسف وأصحاب مزارع كبيرة وأصحاب قنوات كبيرة موجودة على اليوتيوب، كلامهم كله ان مشروع الارانب ده مشروع مربح جدا جدا، وبيخلوا اي واحد يتفرج عليهم يتهيأ له انه هيبقى مليونير من مشروع الارانب. وناس كتير بتبدأ وبتتفاجئ بحقيقة غير الكلام ده. طيب ايه الحقيقة بقى يا عم عصام؟ بناء عن تجربة اكتر دلوقتي داخل على 5 سنين، والحمد لله ناجح. الارانب شغالة، مفيش اي مشاكل بتقابلني، زي ما انت شايف شغال الحمد لله. بعمل احصائية لنفسي، بصرف كام على الارانب، علف او اي مصاريف تانية، وبحسب انا ببيع ارانب بكام، سواء سلالة سواء امهات اي حاجة. من بعد السنين الطويلة دي يا جماعة، واي حد يقول لي انت كلامك مش مظبوط، الارنب بيعمل مكسب، كلامي واضح، من 100 جنيه ل 150 جنيه مش اكتر من كده. يعني حضرتك لو عندك 5 ارانب نوتي وذكر، مكسبك في الشهر مش هيزيد بأي حال من الأحوال عن 500 جنيه أو 750 جنيه. لو أنت عندك 10 نوتي وذكرين، مكسبك هيبقى في حدود 1000 جنيه ل 1500 جنيه. هي دي الحقيقة اللي لازم تعرفها. يعني ما نشتغلش، لا اشتغل واعمل مشروع. النهاردة العيشة بقت صعبة بمعنى النهاردة الكهرباء والمية بفرض هتجيلك 500 جنيه، وانت مربي 5 ارانب، المكسب بتاعهم 500 جنيه او 600 او 700 سهل جدا ان انت تدفع بيهم فاتورة الكهرباء وفاتورة المية، يبقى ساعدوك في المعيشة. ممكن تذبح ارنبين في الشهر لك بديل عن الفراخ والكلام ده، يبقى حاجة كويسة. لو انت توسعت شوية وعندك 10 ارانب اكيد ربنا هيكرمك شوية. بس اي حد يا جماعة بادئ في مشروع الارانب، خد بالك من كلامي. انت اول شهر بتجيب الارانب بتعشرهم، يبقى دي شهر قعدوا عندك، الارنبة قعدت عشر لمدة شهر، بعد كده بتولد بعد شهر، بتبدأ تربي عيالها، هي ترضعهم شهر كامل، يبقى دي شهرين. بعد الشهرين انت حضرتك بتفطم الارانب وبتأكلهم لمدة شهر. الارنب وزنه يوصل 2 كيلو الا ربع، حاجة زي كده، تبدأ تبيعه. يبقى انت النهاردة لو بدأت المشروع النهاردة مش هتمسك جنيه في ايدك قبل 3 شهور.
بس بعد ال3 شهور ما بيعدوا لا بتتحسب بقى شهريا، لانك بقى بتعشر بعد كده الارنبه ومش عارف ايه، فده بيبقى مكسب تقريبا شهري. دي النقطه اللي حبيت اوضحها لناس كتير، لان في ناس كتير متوهمه او اتضحك عليها او اتقال لهم ان انت هتبقى مليونير من مشروع الارانب. لا يا جماعه، الموضوع مش كده خالص. زي ما انا وضحت لك ان مكسبك هيبقى في حدود من 100 ل 150 جنيه في الشهر. هي دي الحقيقة اللي لازم تبقى عارفها عشان لو بتفكر تعمل المشروع ده. عايز ابدأ المشروع دلوقتي؟ قدامك حاجة من اتنين، يا تشتري ارانب بكر زي دي كده وتخليهم تبدأ تشغلهم في شهر 9، كل دي ارانب بكر، او ممكن تعشرهم دلوقتي عادي، او ان انت بتشتري ارانب عمر شهرين، شهرين ونص زي دول كده. دول بتباعوا بالكيلو تقريبا، الكيلو في حدود 120 جنيه، يعني قول الارنب في حدود 200 جنيه. يعني ممكن بتاخد 4 نوتي وذكر، وبيكون على شهر 9 بدأوا يشتغلوا. ده الكلام اللي حبيت اوضحه واقوله لك عشان محدش يوهمك ان مشروع الارانب ده هيخليك مليونير. اتمنى ان انا كنت فدتك، واي حد عنده معلومة غير المعلومة اللي انا بقولها دي يا ريت يقولها لو انا كلامي غلط، لان النهاردة عشان اطلع ارنب سلالة عمر 5 شهور او 6 شهور زي الارنب ده كده، انا عايزك تحسب لي تكلفة 150 جرام علف يوميا، يعني حوالي 5 كيلو في الشهر. ده غير سعر الارنب، عشان اللي بيقول الارنب ازاي السلالة بيبقى سعره كده او حاجة، لا، الارنب بيتكلف على ما بيطلع سلالة. اتمنى اكون فدتك، والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي لكم بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.